صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من بودكاست استباحة رياضية. البودكاست اللي بنبدأ بيه يومنا بفنجان قهوة رياضية مليانة أفكار وتجارب من واقع الرياضة. حلقتنا النهاردة هي استكمال للحديث عن واقع التدريب الرياضي في مصر والوطن العربي. اتكلمنا امبارح عن المدرب، المرة دي هنركز على نقطة حساسة جدا، هي المدرب وبرنامجه التدريبي. كتير مننا سمع العبارة الشهيرة العلم في الراس مش في الكراس. يا ترى هل هي دي فعلا حقيقة؟ وهل البرامج المكتوبة مجرد شكل ولا ليها أهمية حقيقية في حياتنا؟ ليه البرنامج التدريبي مهم؟ خلونا نتفق في البداية على حاجة، البرنامج التدريبي مش مجرد ورقة مكتوبة، هو الخطة اللي بتمشي عليها حياة اللاعب خلال الموسم الرياضي. من غيره التدريب ممكن يبقى عشوائي وغير منظم ومش هنقدر نوصل لنتائج واضحة. نقطة مهمة إن البرنامج التدريبي بيحدد كل حاجة، من الأحمال التدريبية لعدد التمارين ونوعها لحد توقيت الراحة وكل المحتويات الفنية اللي موجودة جوه البرنامج. لو البرنامج معمول بشكل علمي هيضمن التطور المستمر للاعب، ولو مفيش برنامج واضح هيبقى فيه تخبط والنتائج هتكون غير متوقعة. طب هل البرنامج المكتوب يعوض عن خبرة المدرب؟ الإجابة ببساطة لا، لكن العلم والخبرة مع بعض هما المفتاح. العلم في الراس لكن الكراس دليل. العلم في الراس لكن الكراس دليل. عبارة العلم في الراس مش في الكراس بنسمعها كتير من المدربين اللي بيعتمدوا على خبرتهم الطويلة. الخبرة لها وزنها، لكن العلم الحديث أثبت إن التخطيط والتوثيق هما اللي بيخلوا المدرب يقدر يقيم شغله ويتجنب الأخطاء. لو مدرب اعتمد على ذاكرته بس في إعداد تمرين لياقة ممكن ينسى تعديل الأحمال حسب تطور اللاعب، لكن لما يكون عنده برنامج مكتوب هيفضل متابع التطور خطوة بخطوة. بنلاقي بعض المدربين بيقول لك يا عم ما انا بكسب. ايوه انت بتكسب، بس ممكن يكون البيئة اللي موجود فيها كلها هم ما بيخططوش ولا عندهم برامج، فانت اسوأ اللي موجود او افضل اللي موجود. كمان البرامج المكتوبة بتسهل التواصل بين المدرب وباقي فريق العمل، زي الدكتور او اخصائي الاصابات او الاداريين او المدربين الفنيين، كلهم بيشتغلوا كفريق واحد والبرنامج هو المرجع الاساسي. واقع البرامج التدريبية في مصر والوطن العربي. الحقيقة ان في فجوة كبيرة في مفهوم البرنامج التدريبي في عالمنا العربي، بالرغم من ان كتير بيخطط فعلا وبيكتب برامجه فعلا. كتير من المدربين بيعتمدوا على برامج جاهزة او مكررة بنجيبها من على النت او من كتاب، مش مخصصة لاحتياجات اللاعبين. لازم البرنامج لو انا جايبه من على النت او جايبه من كتاب لازم اقرأ كويس، اقيمه كويس، احلله كويس، هل هو مناسب لقدرات اللاعبين واحتياجاتهم ولا لا. في كمان مشكلة ضعف التوثيق، كتير من المدربين مش بيكتبوا الملاحظات. لازم نكتب الملاحظات اليومية اللي بتحصل اثناء التدريب، وده بيؤدي لفقدان معلومات قيمة. يبقى انا بكتب كل حاجة بتحصل عشان اراجع، عشان ممكن اطور البرنامج بشكل كبير. بنلاقي كتير من المدربين بيبقى في البداية بيحضر كويس جدا، وبعد ما بيحضر كويس جدا بيبدأ يحضر يوم ورا يوم ورا يوم، بعد كده يبدأ يقف، وبعد كده ما بيكتبش ملاحظات وبيعتمد على اللي في راسه. لكن الحلول موجودة. التطوير المستمر، المدرب لازم يواكب أحدث الدراسات العلمية في مجال التدريب، لازم يطور من نفسه، لازم يعرف الجديد، يحضر مؤتمرات، يحضر ملتقيات، يحضر ورش عمل، يحضر دورات، سواء على النت سواء مجانا، سواء يطور من نفسه سواء بمقابل مادي. المهم كل مدرب عارف إمكانياته، كل مدرب عارف إيه اللي ناقصه،
كل مدرب بيدور ان هو يطور من نفسه بكل الطرق الموجودة وبكل الامكانيات اللي موجودة المتاحة له. يبقى لازم ان المدرب يطور من نفسه ويشوف ايه الجديد في عالم التدريب. تخصيص البرامج. تاني حاجة هي تخصيص البرامج. كل لاعب حالة خاصة، والبرنامج لازم يناسب قدراته وأهدافه، فبالتالي لازم المدرب يعرف إن البرنامج لابد إنه يناسب قدرات الفردية للاعبين. 3. التوثيق. المدرب لازم يكون عنده نظام لتسجيل كل خطوة أثناء التدريب. دلوقتي في مدربين بتصور التمرين، دلوقتي في مدربين بتلاحظ ملاحظة جيدة، دلوقتي في مدربين بتخلي الجهاز اللي معاها هو اللي بيشوف التمرين، وبالتالي كل شيء لازم يكون موجود تحت عين المدرب. كل خطوة بتترصد عشان هتدي لينا فايدة جديدة وتدي لينا حاجة جديدة هنستفيد منها في تطوير البرنامج التدريبي. نصايح للمدربين الشباب: خليك دايما متعلم. خليك دايما متعلم، وافتكر ان العلم والخبرة مع بعض هما اللي بيصنعوا مدرب ناجح. اعتمد على الكراس كدليل، لكن استخدم خبرتك كأداة لتعديل اي حاجة تناسب اللاعبين. اشتغل على نفسك، مش بس من ناحية العلم لكن كمان من ناحية إدارة العلاقات مع اللاعبين والجهاز الفني. يبقى كل مدرب يبدأ ياخد خبرات من خلال ان هو يقدر يكتب ويصمم برنامج تدريبي، وياخد خبرات تدريبية في الملعب من خلال ملاحظاته من خلال إدارته للتدريب. ده المدرب اللي لازم يكون واعي وفاهم لكل خطوة وكل نقطة بتحصل في الملعب عشان يبقى دماغه فيها تدريب ويقدر يصمم برنامج تدريبي ناجح، ويبدأ يكون مدرب مثالي، مدرب مجتهد، مدرب قادر يعمل من الفسيخ شربات. مدرب قادر يعمل من الفسيخ شربات، لأن المدرب هو اللي بيحرك اللاعبين، المدرب هو اللي بيقود اللاعبين، المدرب هو الفنان اللي موجود مع اللاعبين، هو النجم السينمائي اللي موجود مع اللاعبين. وبالتالي لابد ان يكون برنامجه برنامج ايضا مصمم بتصميم جيد وبتصميم يكاد يكون متكامل عشان يفيد كل اللاعبين ويبقى مناسب لقدراتهم وامكانياتهم. في النهاية عايزين نقول لكل مدرب: العلم اللي في الراس لازم يكون مبني على أساس علمي موجود في الكراس. العلم اللي في الراس لازم يكون مبني على أساس علمي موجود في الكراس. التدريب مسؤولية كبيرة ولازم نكون قدها بالعلم والخبرة. عشان كده بنقول للمدربين وخاصة مدربين البراعم: هتكونوا مسؤولين أمام الله في تدريبكم للبراعم، في وضعكم للخطط، في وضعكم للبرنامج التدريبي. لازم تكون مدرب واعي وفاهم وتقدر تصمم برنامج تدريبي عشان تعتمد على العلم ونشوف خبرتك جوه الملعب. فالعلم زي ما قلنا، العلم اللي في الراس لازم يكون مبني على أساس علمي موجود في الكراس. شكرا ليكم على وقتكم واستماعكم. استنونا في الحلقة الجاية من استباحة رياضية، هنكمل كلامنا عن الرياضة والتدريب وهنغوص أكتر في أسرار النجاح الرياضي، وإن شاء الله نشوفكم على خير. لو الحلقة عجبتكم شيروها وخلي غيركم يستفيد، وإحنا معاكم، واكتبوا تعليقاتكم وشير للقناة وإعجاب، ونشوف